ب2.5 وتعالى بوس، ب2.5 وتعالى بوس. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ بصوا بقى، انا صراحة النهاردة بدعت يا ولاد، جبت حاجات كان نفسي فيها بصراحة. دي مصفى كده، بصوا دي مصفى مخرومة من هنا، دي اللي بيتغسل فيها الرز، ماشي. عندي واحدة صراحة بس لقيت شكلها ايدي بقى لها كتير قوي، فجبت واحدة دي شكلها عجبني قوي. واسعار مش هقول لكم، الاسعار النهارده ضرب نار. الاسعار رخيصه قسما بالله. الاسعار النهارده عندنا برخص التراب. هقول لكم على كل حاجه وسعرها ايه دلوقتي، وهقول لكم بس يا رب بس تكون الاسعار عندكم كده. بصوا يا حبايب قلبي، ده طبق كده ممكن مثلا اغسل فيه مثلا، اغسل فيه اي حاجه، سمك، اعمل مثلا فيه خلطه المحشي، اغسل فيه رز برده، اعمل فيه اي حاجه. تمام. ودي بقى كوبايه، صلوا لي على النبي، صلوا على النبي الاول وحطوا اللايك. خراشي، وانا ما قلتش ان انا بموت فيكم، خراشي بعشقكم، بموت فيكم حبايب قلبي واخواتي الغاليين. ربنا يكبر بخاطركم ويصلح حالكم يا رب. حطوا اللايك واشتركوا في القناه لاختكم ام زياد. ربنا يصلح حالكم يا رب ويشفي مرضاكم ويفك كربكم، اللهم امين. بصوا بصراحه بقى الحاجات دي انا كان نفسي فيها، ماشي. وماشيه بقى في السوق، لقيت لك الراجل بيقول ب2.5. تعالى بص، ب2.5. بصوا بقى، هو معاه حاجات هناك، معاه حاجات بتبتدي من 2 جنيه ونص. تمام. لكن الحاجات دهيت انا جايبه الحاجه من دول ب10، يعني ده لوحده ب10. مصفة الرز دي ب10. بصراحه لو الراجل ده جاي معاه، بصوا معاه السوق، يعني معاه عربيه مليانه فارشها في الارض، والناس بقى هجوم عليه هجوم عليه، وب2.5 ب2.5. رحت بقى في معاه حاجات ب2.5 بصراحه، ومعاه حاجات ب10 ومعاه حاجات ب5. والله العظيم حاجات يا جماعه ضرب نار بصراحه. مش عارفه ايه ده، مع ان الحاجات دي انا سائله عليها في محلات تانية غاليه. والله العظيم الحاجه ب25 وب30 وب40 جنيه كمان، بس هو صراحه محطم الاسعار. والله العظيم. فده ب10 جنيه اهوت، زي ما انتم شايفين. مصفة الرز دي بغسل فيها الرز، يا تغسلي فيها الرز وتصفي كده الميه منه عشان الرز ما يتكبش في الحوض. ودي برده ما شاء الله، ومعاها حاجات اكبر من كده كمان ب10 جنيه. والله بس جميله قوي. بصوا تغسلي فيها اي حاجه بقى، رز، اي حاجه كده برده. ودي بقى الكوبايات دي كان معاه كوبايات اصغر من كده برده، بس انا قلت دول مدهون للكلمه. بصوا شكلهم برده جميل قوي اهم، بايد كده شفشه كده للكلمه، يتحط ايه جنب الكلمه. انا جبت اتنين، الاتنين دول مع بعض ب10 جنيه، يعني ده بس ب5 جنيه. والله العظيم زي ما بقول لكم كده. بصراحه انا بعشق الحاجات دي قوي، بموت فيها والله. فلما لقيتها انا مسكت، ما قدرتش امسك نفسي، قلت لا ده لازم اجيب. اهو دول على بعضهم كده الاتنين ب10 جنيه، يعني الواحد ب5 جنيه. تمام. ودول برضه ازايز الميه دي عجبتني قوي قوي يعني. بصوا الازازه عامله ازاي، ملولوه وشكلها جميل قوي. الواحده ب5 جنيه، الاثنين من دول ب10 جنيه قسما بالله. مش بقول لكم الاسعار النهارده برخص التراب يا ولاد. اهو الواحده ب5 جنيه، الاثنين على بعض ب10. ازازه عاديه خالص، ممكن تجيبهم تملهم تحطهم في الثلاجه. مثلا لو عيالك بيروحوا المدرسه تعملي لهم ازازه يروحوا بها المدرسه. انا جبت دي واحده لزياد وواحده ليار. استنوا بس لسه هقول لكم جبت ايه تاني، اصبروا اصبروا عليا. ربنا يسعد صباحكم يا رب. ودول بقى حبايب قلبي، انا جبت البتوع دول برضه. بنتي يارا كانت معايا، وبنتي لما تكون معايا بتخرب لي الدنيا. كنت واخده يارا معايا السوق النهارده، قالت لي يا ماما انا عايزه دول بتوع الفشار. والله هي لقيت ان هم بتوع فشار، انا ما اعرفش. قالت لي يا ماما هاتي لنا دولت بتوع الفشار اهم. بصوا 3 على بعض دول ب10 جنيه، 3 ب10 جنيه. انا قلت لزياد واحده ويارا واحده، وقلت ديت احطها لهم مثلا كده على الترابيزه بتاعتهم، احط لهم فيها الاقلام، المساطر بتاعتهم، الحاجات دي كلها يعني اهي. 3 على بعض ب10 جنيه. انا جبت شويه حاجات ب50 جنيه، دول ب50 جنيه. تمام كده. بصوا بقى قسما بالله انا رايحه السوق النهارده الساعه 11. السوق عندنا بيشطب خالص الساعه 1:30 او 2. السوق عندنا مش طول النهار يا جماعه، يعني من اول، بيبتدي من اول بالليل عندنا، يعني من الثلاث بالليل لحد تاني يوم الاربع الساعه 2 او 1:30 كده. فانا رحت الساعه 11. بس الحمد لله جبت شويه حاجات باسعار مش عايزه اقول لكم، هقول لكم دلوقتي. بصوا بقى دوت سمك من اللي انتم متعودين عليه، اللي انا بجيبه كل سوق يعني اهو. ماشي. استنى، السمك ده جايباه ب65 جنيه اهو. بصوا اللي هو تقليد البراميطه ب65 جنيه اهو. بصوا يا جماعه، تقولوا لي كل سوق بتجيب سمك، انا لازم كل سوق اجيب سمك. ممكن ما اجيبش فراخ خالص ولا اجيب اي حاجه، بس لازم انا اجيب سمك. السمك ده عشق، عشق العشق كده، لازم سمك. يبقى دي الحاجات بتاعتنا البلاستيك اهي، وده السمك بتاعي. ماشي. استني بقى اما اقول لكم.
وده بقى جبت سمك صغير كده للشوي، وممكن برضو ايه يعملوا جنب شويه رز برضو كده، او ممكن مثلا ناكلوه بعيش وجنبه شويه جرجير وشويه سلطه. اهو يا حبايب قلبي بصوا اهو شايفين ده سمك البلطي اللي هو بتاع الشاوي دوت. لو قلناه هينشف، لا بيتشوي كده بحاله، يعني بيتغسل وبتشوي بحاله زي ما هو، تعملوا حبه دقه كده وتطلعيه تحطيه في الدقه بيبقى جميل. وجنبه بقى طبق جرجير وطبق مخلل والعيش بتاعنا. بصي ينفع بقى وجبه فطار غدا اي حاجه. ده ب 35 جنيه، لا ب 30 جنيه، ب 30 كانت بتقولي 35 جبته منها ايه ب 30 جنيه. تمام اهو. جبت كيلو ونص ب 45 جنيه. قلت صراحه حلو برضه هينفع نعمله للغدا نفطر منه. يعني انا جيت من السوق اهو، ممكن اشوي شويه دلوقتي واعملهم ونفطر منه. تمام. جبت ايه تاني حبايب قلبي؟ والله صراحه انا مبسوطه بالاسعار بتاعتنا النهارده، وعايزاكم تقولوا لي بقى الاسعار بتاعتكم ايه. يعني مثلا عندكم حاجات من اللي هي ب 10 جنيه البلاستيكات، عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات الاسعار بتاعتكم زي عندي هنا ولا انا الاسعار عندي مختلفه. ان في ناس بتقول لي يا مزيد الاسعار بتاعتك دي مش عندنا، بس والله العظيم يا جماعه قسما بالله العظيم هي دي الاسعار اللي انا مستوقه بيها، والله ما بكذب عليكم. هي دي الاسعار اللي انا مستوقه بيها النهارده، والله العظيم يا جماعه. انا لا بحب اكذب ولا بحب اضل يعني، ولا بحب اقول لكم حاجه ما حصلت ليها، اقول لكم اسعار ما حصلتش. مش هكسب حاجه، انا مش هكسب حاجه، يبقى انا كده بخدعكم وبغشكم. ولازم القناه بتاعتي تكون فيها مصداقيه. بس والله العظيم شوفوا بحلف لكم تاني، المشتريات الاسعار اللي انا شاريه بيها هي اللي بقول لكم بيها، اقسم بالله العظيم. الليفت ده هم يا جماعه الربطتين دول ب 5 جنيه. انا بصراحه مصدومه بالاسعار النهارده والله. الربطتين دول ب 5 جنيه عشان نخلي شويه لفت حلوين زي العسل كده. انا ما بحبش اقعد في البيت من غير مخلل ليمون اجيب، خيار اعمل، لفت اعمل، ما بحبش اشتري مخلل من بره. تمام كده. طيب يبقى ده اللفت اهو يا جماعه، بقيت اللفت لسه اهو. اهم حاجه اللفت بتاعك ما يكونش شايخ. لو شايخ هتعمليه وتكبيه تاني، هترميه تاني. لكن لو هو حلو كده هتعمليه وهتاكليه يبقى زي الفل. اهو جبت دمت ربطتين ب 5 جنيه. تمام. وجبت برده بتنجان ابيض. يعني عايزه اقول لكم ان هو بصوا شكله ممكن ايه يعني، مش اللي هو يعني اهو، يعني تحس ان هو عروسه باينه. بصوا اهو جبت كيلو ونص ب 10 جنيه البتنجان ده، اهو كيلو ونص ب 10 جنيه حلو برده زي الفل. انا خدت منها 2 كيلو، مش انا 2 كيلو خدتهم بكام؟ ب 15 جنيه ب 14 جنيه مش فاكره والله. ما علينا. قلت بقى انا هجيبه لا اما هحشي لا اما هقليه واعمل له دقه كده وناكله مثلا جنب السمك، جنب اي حاجه بقى، جنب بطاطس، جنب فول، جنب اي حاجه للفطار والغدا. لا اما ممكن احشيه، يعني هي وحظها بقى. تمام. وجبت كمان اللهم صل على النبي، جبت الفاصوليا. جبت فاصوليا، ما جبتش فاصوليا خالص من ساعه ما طلعت ما جبتش. اللي بيخبط ده يا زياد. دي فاصوليا يا جماعه ايه؟ نص كيلو. نص كيلو بكام؟ نص كيلو ب 7 جنيه، النص كيلو ب 7 جنيه الفاصوليا دي اهي. يعني كيلو ب 15. الكيلو ب 15، الكيلو ب 14. وانت قلت 7 ونص؟ ما هي كانت بتقول لي النص ب 7 ونص، انا خدت منها نص كيلو ب 7، فاضل لها نص يعني. اهو هي قالت لي انا مسامحاكي في النص كيلو ب 7 جنيه. تمام كده. دي فاصوليا. وده بقيه البتنجان اهو، بس هو كان مكبوب بقى في البتاع. بقيه البتنجان وطماطم. انا يا جماعه جبت 2 كيلو طماطم بس جامده، قلت خليها كده تحت ايدي مثلا للسلطه، اقطع منها جنب الاكل، اطبخ منها تحت ايدي. لكن انا عندي في الفريزر طماطم مصلصاها، الفريزر بتاعي ما بقعدوش من غير طماطم. تمام اهو. ودول بقى اللهم صل على النبي. وده جبت 2 كيلو برتقال ماشي. وجبت برده جبت موز ماشي. ال 2 كيلو برتقال ب 20، الكيلو ب 10. الموز اللهم صل على النبي، الكيلو بكام؟ 17 ونص. تمام. طيب وهنا برضو البطاطس دي انا جايباها ب 10 جنيه. مش بقول لكم الاسعار النهارده، مش عايزه اقول لكم، بس مش بطاطس نمبر 1 عشان ما تجيش واحده تقول لي يا ام زياد دي مش اسعار، ده البطاطس عندنا ب 30، ده البطاطس ب 40. يا جماعه البطاطس هنا عندنا في السوق ب 20 برضو ب 25. بس البطاطس دي انا مش جايباها نمبر 1، يعني ممكن تلاقي مثلا فيها حته مثلا كده، بس هي مش بايظه ماشي، بس هي شكلها زي ما انتم شايفين كده. بس البطاطسيه زي العسل والله، ما فيهاش حاجه بايظه، بس تلاقيها فيها خطوط كده، فيها حتت مفتوحه، الكلام ده اهي. بصوا مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا، زي كده يعني مش نمبر 1 يعني، بس مشي حالك يا جماعه. الدنيا الحاجه غاليه والدنيا غاليه، فاحنا لازم نمشي الدنيا. فانا بقول لكم
ان انا رايحه السوق قبل الظهر، رايحه الساعه 11. تمام. طب جبت ايه تاني؟ وجبت بقى السفند اهو، وجبت برضو 2 كيلو سفند. تمام كده. هي دي المشتريات بتاعت النهارده. بصراحه انا اكتر حاجه فرحانه بيها الحاجات دي، بحب الحاجات دي قوي، بحب الحاجات دي موت والله العظيم. وهي دي بقى حبايب قلبي المشتريات بتاعتنا النهارده، واتمنى تكون المشتريات عجبتكم والله العظيم. هي دي الاسعار اللي انا جايباها يا جماعه. الحاجه دي جايباها يعني دول الثلاثه دول ب 10 جنيه زي ما قلت لكم، اهو 3 ب 10 وده واحد ب 10. الشفشقين دول على بعض ب 10 جنيه الاثنين، يعني واحد ب 5. جبتهم عشان الكولمان وكده. ومعاه كوبايات ومعاه بصوا ومعاه حاجات بلاوي، يعني بلاوي، والناس قاعده عليه كده اهو والله العظيم. وجبت بقى المخلل، نعمل شويه مخلل بس. وهي دي بقى المشتريات بتاعتنا النهارده، واتمنى تكون الحاجات عجبتكم. ولو في اسعار مختلفه برضه قولوا لي، يعني قولوا لي برضه الاسعار عندكم غير عندنا. طب الاسعار ممكن تكون نزلت عندكم، قولوا لي الكلام ده. الطماطم انا جايبه الطماطم يا جماعه كيلو وربع ب 10 جنيه. ماشي. طماطم كيلو وربع. قولوا لي بقى الطماطم نزلت، الطماطم نزلت يا جماعه، لان بقى لي كام سوق بجيبها رخيصه. تمام. الطماطم جايباها كيلو وربع ب 10 جنيه. بس دي جامده، مش طيبه، ما جبتش طيب. انا عندي في الفريزر، لما تفضى عندي من الفريزر شويه بجيب، لان انا يا جماعه ما عنديش فريزر، عندي الفريزر بتاع الثلاجه بس. فلما تفضى عندي شويه ابقى اجيب. تمام. ودي الاسعار بتاعتنا النهارده، الحمد لله لما لك الحمد. واشوفكم على خير بقى في فيديو جديد، ومع الف سلامه. تعالى يلا زد فيا زياده. باي. باي.